السلام عليكم حبايبي متابعيني، شلونكم اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. اليوم راح اسوي لكم شوربة الشلغم او كبة حامص شلغم، اكثر الناس تسميها. اذا ما تضيفوا لها كبة تصير شوربة حامص شلغم. اليوم ضايفت لها اضافات غير اللي مسويتها بالقناة. انا مسويتها بالقناة وذيك هم كلش طيبة. ذيك الكبة مالتها من طحين التمن، اليوم الكبة مالتها من البرغل، نفس كبة السراي، كبة الجريش. وضيفت لها الكزبرة إضافة جديدة، وضيفت لها الرارنج الحامض، لأن أنا بالعراق فلهذا السبب ضفت هاي الشغلات. موجودة عندنا دائما بالسوق، مو مثل بالسويد يعني نادرا ما نلقى هيك شغلات. المهم راح نبلش بالطريقة. الكبة انتو تختارون الحجم، تختارون نوع الكبة، تسوون الحشوة اللي تعجبكم. أنا مسويتها أنزل لكم إياها ورا الفيديو بالصندوق الوصف، طريقة الكبة وعجينة الكبة اللي تريد تسوي كبة برغل. أما طحين تمن، كبة طحين التمن اللي نسويها دائما بكبة حامص شلغم موجودة يعني مسويتها أنا بالكبة الشلغم أو حامض الشلغم سابقا، يعني تقدرون تبحثون عنها بقناتي وتلقوها. وهم راح أنزل لكم إياها الطريقة أو أنزل لكم الفيديو. ونبلش راح نقصص هذا السلق ونثرم المواد كلها، نثرمها ونجهزها، وأرجع لكم بالطريقة. طبعا قبل ما أقصص، أنا ليش ما قصصت وليش ما ثرمت؟ حتى أكو ناس ما تعرف شنو هو الشلغم. الشلغم هذا بالدول العربية بعض الدول يسمونه لفت، فما قصصت ولا سويت شي. حتى هذا غاسلته ومنشفته. اليوم راح نبلش بالمواد. عندي هنا كزبرة، عندي سلق، والسلق غاسلته ومنظفته، وحتى العضود مالته، العيدان مالته أخليها وياه تطح موضة وحلوة. عندي هنا حبة بصل كبيرة، 3 حبات طماطة. الطماطة برش، ما راح أعصر ولا أخذ العصير، أبرش الطماطة، أقصها وأبرشها بالمبراشة. وهنا تتقصص مكعبات بدون تقشير، يعني نشيل بس هذا. بذيك الطريقة تختلف عن هاي الطريقة، يعني انتوا اللي عجبتكم هذيك الطريقة سووها، تعجبكم هاي الطريقة، واثنيناتهم واحدة أطيب من الثانية. هذه ما أقشره، بس أشيل الشغلات هذه وأخليه هذا اللون بنفسجي، أحاول يبقى تمام. هذا عصير. هنا أنا راح أعصر ليمونة أو الرارنج أو لمندوزي إذا ماكو عندكم. هنا أنا مخلية علبين فلفل، هاي إضافة من عندي طيبة تصير تعطي نكهة. هنا أنا عندي خاشقتين تمن أو ملعقتين رز. هنا أنا عندي عنبر أنا، وتقدرون أي نوع من الرز، بس شوية البسمتي ما يعني يصير هيجي ما حبيته ويا المرقة. أو تكسروه أو تجيبون تمن قصير الحبة. عندي هنا ملعقة صغيرة معجون طماطة، ممكن تسوونها شقرة بكيفكم، احنا نحبها حمرة. وهنا أنا عندي ثوم مهروس. هذا الثوم عندي بالقناة، أنا شلون هرسته ودبيته بالفريزر، يعني صار له أكثر من سنة، من العام، من الموسم مالت العام، وهو كما هو مثل نفس الريحة ونفس الطعم. وهم أنزل لكم إن شاء الله الفيديو بالقناة، أخلي لكم بالرابط. وعندي زيت. هاي هي بالنسبة للكبة. أنا مسوية كبة برغل، وكيف الواحد ممكن بدون كبة تحطون كسور عظام، تحطون قطع لحم، إذا ما يعجبكم الكبة على راحتكم. المهم هاي المواد راح نترمها ونقصصها ونجهزها ونرجع لكم. وهذا متابعيني جهزت الخضرة. خليت الشلغم هالشكل، ما قشرته هالمرة، حسيت انه اكثر بفوائد تظل. والكزبرة ثرمتها، والسلق ثرمته، والبصل. الفلفل خليته مثل ما هو، الطماطة برشتها، العصير رارنج ممكن، او عصير ليمون او لمندوزي بكيفكم. وهذه هي المواد. بالنسبة للثوم والكزبرة آخر شيء أخليهم ويا عصير الرارج. هسه تشوفوا تتابعوني وتشوفوني شلون راح أطبخها، وهذني هسه أطبخهم كلهم. وخلونا نبدي بالطريقة. وهنا أنا خليت الزيت، وراح أخلي البصل أول شيء. هاي متابعين البصل بدل. راح أخلي الفلفل والشغال.
راح أغطيه على ما يذبل وأرجع لكم. وهنا ذبلت الخضرة، أخليه السلق بسرعة يذبل، وما يراد له حمس هواية صراحة، لأن هو السلق أصلا ما بيه ريحة، بس ينطي حموضة فوائده حلوة. غطيه يذبل وأرجع لكم. هنا أنا على ما ذبل راح أخلي معجون الطماطم، وهذا اختياري، ممكن بهاي هذا تمرقوه تخلوا له مي رأسا وتعتمدون على الحامض. اكو ناس هيك تسوي، واكو ناس تحبه احمر، بعد هاي كيف الواحد، بس احنا نحبه احمر. انا هم مسويه اصفر بس ما مسجلته بالقناة، يعني بس ما نخليه طماطة ومعجون. نخلي الطماطة واخلي حبتين الماجي حتى تذوب ويا الاكل، اقلبها واخليه على نار هادئة تحمس الطماطة مضبوط، يعني تتسبك مثل ما يقولون. حتى بهاي الطبخة أنا ما مخلية دبس الرمان، هذيك الطبخة مخلية دبس الرمان، يعني اعتمدت على الرارنج مو حامض قوي، بيه حلا، فماكو داعي نحط دبس الرمان. بهذيك الطبخة أنا حاطة دبس الرمان، وأنتوا عليكم الاختيار، أنا راح أنزل لكم الرابط وأنتوا اختاروا، اثنيناتهم طيبات وواحدة أطيب من الثانية. كل واحد يدور على شيء يعني هو يحس إنه أطيب. راح اخليه على نار خفيفة الى ان تتسبك ويطلع الدهن مالت المرقة، يلا امرقه. وهاي متابعيني شوفوها شلون حمست الطماطم والسليق وكل شي، يعني سبكت مضبوط. راح اضيف لها المي واخليها تستوي على ما يستوي الشلغم، واضيف التمن. راح اضيف التمن على ما يستوي التمن، اضيف الكبة. وهاي متابعيني بعد ما استوى الشلغم والتمن راح ننزل الكبة. وقلت لكم انا مسويه كبة السراي، يعني بالكيف ممكن تسوون كبة التمن بذيك الطريقة، كانت كبة التمن، بس اليوم عجبني اسوي كبة جريش وبرغل، طريقتها موجودة. خليها تغلي وارجع لكم. وهنا انا خليت الزيت، راح اخلي الثوم بس تطلع ريحة الثوم، راح اخلي الكزبرة بس تذبل مع الريحة تصير سودة. وهنا بعد ما استوت الكبة راح ندير العصير. هذه بس يعني هيجي دقايق، 5 دقايق وأطفيها حتى تبقى ريحة الكزبرة، واللي ما يحب الكزبرة لا يخليها بهالطريقة. وهاي متابعيني طبقنا اليوم جهز، شوفوها يعني أكلة معتبرة لا تفوتكم. شوفوا الشوربة شلون ثخينة، والكبة فتشي، يعني أتمنى تسووها وتدعوا لي. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسون الدعاء الوالدي بالرحمة، وفي أمان الله.